مساء الخير. مساء النور. أستاذ محمد أبو حامد، عضو نائب مجلس الشعب. مع حضرتك موقع المسيحي الآن ومسيحي الشرق الأوسط. اهلا وسهلا أهلا بحضرتك. اهلا بك. حب الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أنا هبدأ على طول أخش في الموضوع وناخد البداية من الأوضاع الساخنة على الساحة المصرية الآن، ألا وهو موضوع اللجنة التأسيسية لعمل الدستور. شايفين إن في انسحابات كتير وكل يوم في انسحابات بتتم، فرؤية سيادتك وتقييم ايه لهذه الانسحابات؟ هل من الممكن ان تؤثر على عمل اللجنة التأسيسية بأغلبية التيار الإسلامي أم لا ممكن؟ طيب، بص، هو طبعا بداية اسمح لي ان انا اتوجه بخالص التعازي لشعب مصر كله في وفاة قداسة البابا شنودة، وفي الحقيقة خسارة لكل المصريين، لانه البابا شنودة مش بس قيادة دينية مسيحية، لكن هو كمان رمز وطني، ومواقفه الوطنية في خدمة قضايا مصر كثيرة ولا تحصى. يعني موقفه من التدخل الأجنبي في شؤوننا بذريعة حماية المسيحيين ورفضه الكامل لده، موقفه من زيارة القدس ورفضه انه يزورها في وجود الاحتلال الإسرائيلي. وفي الحقيقة أنا بعتبره صمام أمان، أو يعني الله يرحمه كان صمام أمان للسلام الاجتماعي في مصر. يعني أوقات كتيرة جدا كان ممكن الوقت أو الأحداث تخلي الظروف تتصاعد وتنفجر، وحكمة قداسة البابا هي اللي كانت بتخلي الأمور تهدى يعني. شكرا. فنتمنى إن شاء الله إن ربنا يجازيه من جنس عمله الصالح يعني، وإنه يهيئ لشعب مصر قداسة بابا يكون بنفس الحكمة إن شاء الله يعني. يا رب. أشكرك كتير يا أستاذ محمد. شكرا. ربنا يخليك. طيبة دي. ما يخص بقى اللجنة التأسيسية، من أول إحنا ما ابتدينا البرلمان والأغلبية البرلمانية من الإخوان والسلفيين بيتحركوا بمنطق المغالبة مش المشاركة، وده بان في حاجات كتيرة جدا، بداية من اختيار الرئيس والوكيلين وامتدادا للجان. وفي الحقيقة أنا شخصيا ما كنتش متوقع إن الوضع هيختلف وإحنا بنتكلم عن الدستور، حتى وقالوا إن هم هيتحركوا من منطلق توافقي، أو إن هم هيخلوا الناس الأمة المصرية تشترك كلها. كل ده قالوه، لكن أنا ما كنتش في الحقيقة يعني مصدقه قوي، لأن إحنا عارفين التيارات دي، وعارفين إن هم كتير جدا كانوا بيوعدوا لمجرد إن هم يكتسبوا ثقة الشعب، لكن بعد كده كانوا بيخالفوا ده. لما قالوا هننزل على 30% ووصلوا مجتمعين حوالي 75%، وغير كده كتير يعني. وعشان كده لما جينا نحط القواعد، مش السبت ده، السبت اللي قبله، طلعت قواعد لاختيار في وجهة نظري أنا طائفية، مش بتقصي المعارضة لكنها بتقصي الشعب المصري كله. يعني الإقصاء اللي تم هو إقصاء لكل شعب مصر، مش فكرة المعارضة يعني. وعشان كده أنا انسحبت من المشاركة في إجراءات الاختيار أو الترشح أو ما شابه، مش من السبت اللي فات ده اللي تم اختيار 100 فيه، وإنما من السبت اللي قبله يعني. لما حصل بقى إنه هم اختاروا 100 بمنطق 50% من داخل البرلمان و50 من الخارج، وهم أيضا مسيطرين على 50 من الخارج، والناس لما جت تراجع الأسامي فلقيتهم بنسبة 75% تقريبا على الأقل من الأسامي منهم أو بيدينوا بالولاء ليهم. فتأكد المعنى ده إن اللجنة التأسيسية خرجت لجنة طائفية بتعبر عن طائفة واحدة بس من الشعب، وتقصي كافة فئات وفصائل الشعب المصري، بتغفل فكرة الكفاءة ورموز قانونية دستورية كتيرة جدا في مصر العالم كله بيستعين بيهم في صياغة دساتير أو تعديلها، وتم تجاهلهم بالكامل. وبالتالي الدستور اللي كان هيطلع من هذه اللجنة بتصنيفتها الطائفية دي كان هينتج عنه انه يكون دستور طائفي هيعرض الهوية المصرية للتغيير والخطر، هيضغط على الحريات، هيترتب عليه تراجع لدور المرأة، تراجع في المواطنة إلى آخر ذلك. وغالبا كان هيحول مصر يا إما إلى
ايران يا اما الى باكستان يعني. وبالتالي كان في بعض اصوات من المدنيين متردده اللي تم اختيارهم داخل اللجنه، لكن لما لقوا رد الفعل الشعبي والغضب الشعبي ابتدوا يعني ينسحبوا واحد ورا الثاني، لان اي حد كان هيشترك في اللجنه دي ببناها الطائفي ده كان هيذكر اسمه في التاريخ، وان هو ارتضى في هذه اللحظه التاريخيه الفاصله انه يعني يكون سبب في هذه البنيه الطائفيه للدستور يعني. الانتخابات دي هل ليها تأثير فعال يا أستاذ محمد؟ بص حضرتك، هي الفكره في ناس تقول لا طب ما تقعدوا وشاركوا وسووا، خلي بالك احنا في كل موقف شاركناهم فيه هم كسبوا واحنا خسرنا. هم كسبوا شرعيه لان ظهروا قدام العالم وقدام الشعب ان المدنيين والليبراليين والمسيحيين وجميع هؤلاء بيشاركوهم، فاخذوا شرعيه ان هم الناس بتشاركهم يعني. لكن انت راجع كده من اول ما ابتدينا خالص يعني اعاده بناء البلاد بعد سقوط النظام السابق، وشوف في كل مره شاركناهم احنا كسبنا ايه. يعني لما احزاب راحت قعدت معاهم في مقر الحريه والعداله عشان موضوع تشكيل اللجان واختيار الرئيس والوكيلين، اديناهم شرعيه ان الاحزاب دي شاركت، وفي الاخر هم نفذوا اللي كانوا عايزينه. فكره ان انت تقول اصل احنا خسرنا بعدم المشاركه، ده لما تكون المشاركه اصلا هتاثر في شيء. هم بياخدوا بالاغلبيه المطلقه 50+1، وكان عندهم اكتر من كده بكتير، واللي كانوا موجودين من المدنيين او الليبراليين ما كانوش هيغيروا شيء، وانما كانوا هيدوم هم شرعيه. الانسحابات بتعني قدام الشعب المصري كله وقدام العالم كله انهم بيقصوا الشعب انهم عايزين ينفردوا بصياغه الدستور، وبالتالي ما بتديهمش شرعيه ان هم بيتوافقوا حوالين دستور او بيخلوا الشعب المصري كله يشارك فيه. وده فعال لاني من وجهه نظري انا ده يفقدهم ويفقد الدستور اللي هيطلع من اللجنه دي لو اصروا على موقفهم الطائفي ده، هيفقدهم الشرعيه وشرعيه ان الشعب المصري كله مشارك في كتابه الدستور دوت. كل ده هيسقط بعمليات الانسحاب اللي تمت دي، او على الاقل لو هم عندهم وعي سياسي حقيقي يعني ان هم هيغيروا الحاله الطائفيه اللي عملوها في تشكيل اللجنه دي، وبالتالي تخرج لجنه معبره عن كل مصر. تفتكر في يعني هل هناك بوادر انفراج في الازمه ان هم ممكن قد يغيروا، وماذا لو اصروا واستكمل الدستور على ما هو عليه؟ اللغه اللي هم بيتكلموا بيها في الحقيقه فيها يعني منتهى التعالي. هم بيخلطوا ما بين كونهم اغلبيه برلمانيه مؤقته وما بين طبيعه صياغه الدستور. الاغلبيه البرلمانيه مؤقته بالفتره الزمنيه اللي هتستمر لها، وممكن جدا الانتخابات القادمه ما ياخدوش ولا كرسي اصلا، وارد جدا يعني. طب بس استاذ محمد، في ماده اعتقد في الاعلان الدستوري بتقول ان مش من حق اعضاء البرلمان ان هم يشكلوا اللجنه التاسيسيه لعمل الدستور. هي ما بتقولش مش من حقهم، هي بتقول ينتخبوا، وكلمه ينتخب دي معناها انك بتنتخب حد غيرك. ده الظاهر من تفسير الماده. لكن ما هو هي الفكره انه الدعاوى القضائيه اللي تم رفعها كلها ضد يعني لبطلان القواعد اللي هم بنوا عليها اللجنه دي، من اهم الحيثيات القانونيه اللي بتعتمد عليها نص الماده 60 انه الخاصه بان هم بينتخبوا لجنه ال100 ولم تحدد اذا كان منهم ولا من براهم. يعني عدم تحديدها ده ممكن هم يفسروه من وجهه نظرهم انها لم تقيد، واحنا نفسره من وجهه نظرنا انهم بينتخبوا ناس غيرهم يعني. لكن عموما احنا مش محتاجين كل ده. معلوم جدا انه الدستور هو صنع الشعب، الدستور هو اللي بيخلق السلطه التشريعيه بغرفتيها الشورى والشعب، وبالتالي لو عضو من الاعضاء مجلسي الشعب والشورى دخلوا في اللجنه هيبقى في تعارض في المصالح. وهم عموما الخطه بتاعتهم انهم يوسعوا قوي سلطات السلطه التشريعيه ويروحوا للبلاد الى شكل الدوله البرلمانيه اكتر، بحيث ان هم الرئيس يبقى رئيس فخري وهم اللي يبقوا مسيطرين على الحكومه وتشكيلها وما شابه يعني. لكن زي ما بقول لحضرتك انه احنا
المادة اللي بتقول كده تحتمل التفسيرين. هم بيتصرفوا من منطلق فيه تعالي شديد جدا، وأنا أرى أن التعالي اللي هم بيتحركوا من خلاله ده عشان الأغلبية البرلمانية لن يسقطوا إلا رد فعل من الشعب كله. يعني هو بيقول لك أنا نزل انتخبني ملايين من الشعب المصري. التعالي ده جاي نتيجة إيه يا أستاذ محمد؟ نتيجة الأغلبية المبالغ فيها اللي أخدوها، والأغلبية المبالغ فيها دي زي ما قلت لك أنا المرة اللي فاتت إنها أغلبية بتعبر عن شعبية الدين عند الشعب المصري، ولا تعبر عن شعبيتهم، لأن هم ما عندهمش التاريخ القومي اللي يخلي ليهم هذه الشعبية يعني. وبالتالي هو شايف ان النسبة اللي خدها دي تديله الحق في ده. عشان كده بنقول، والكلام ده بنوجهه لكل شعب مصر، الحاجة الوحيدة اللي تخليهم يفهموا ان اللجنة التأسيسية بتاعة الشعب ان ينزل ملايين في كل ميادين مصر ترفض هذه اللجنة التأسيسية الطائفية التي لا تعبر الا عنهم هم فقط، ولا تعبر عن الشعب المصري. وده الحل الوحيد. يعني الضغط الشعبي، يعني الحل الوحيد هو الضغط الشعبي. هو الضغط الشعبي. لابد ان الشعب المصري ينزل زي ما شفناه كده يوم 28 السنة اللي فاتت بهذه الأعداد الغفيرة. فهذه الأغلبية البرلمانية تفهم ان الشعب اللي بعض اداهم أغلبية ممكن جدا يسلبهم هذه الأغلبية. تمام. لابد من ضغط شعبي، لابد من نزول الناس في الشارع، لان القضيه زي ما بقول لك مش فكره انهم بيقصوا المعارضه، هم بيقصوا الشعب المصري كله. استاذ محمد، هناك تكوينها بعد. انا في الحقيقه قررت انه يعني احنا محتاجين ننشئ كيان. الكيان دون يتبني بشكل منطقي، يتبني بشكل حقيقي، ما يبقاش مجرد انه بيجمع توكيلات عشان ينشئ حزب وخلاص، لكن فعلا يكون بينقي كوادر وبيعمل لها عملية تدريب على أفكار الحزب وبيتم بيفعلها داخل المجتمع. في نفس الوقت بيكون قواعد شعبية حقيقية ومجموعات لتحريك الشارع يكون لها تأثير حقيقي في الشارع المصري. وبالتالي يوم ما تاخد موقف سياسي يبقى في مد شعبي موجود في الشارع بيساندها. يعني النهارده لما بيجي حزب من الأحزاب الموجودة دلوقتي ياخد قرار سياسي بمقاطعة شيء، تجد مثلا المجلس العسكري او قوى الاغلبيه ما حدش بيسمع، لاني عارف ان الناس دي لا تملك قدره على انها تضغط عليهم بالشارع يعني. فاللي حاصل انه انا يعني ابتديت اكون في حزب بشكل عكس ما الاحزاب كانت بتعمل. الاحزاب كانت بتعمل من فوق وتبتدي تدور على قواعد شعبيه. انا الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت وادائي عموما في السياسه بقى في ناس مقتنعه باللي انا بمثله من افكار، وبقى عندنا تقريبا قاعدة فيها قرب 500,000 مواطن مصري معظمهم من الشباب، يعني مؤمنين بالأفكار اللي احنا بنمثلها. ودلوقتي احنا بنختار من ما بينهم أول 5000 نكون بيهم الحزب. 75% منهم من الشباب، و25% بس فوق سن 45. وال 25% اللي فوق سن 45 بنشترط انهم يكونوا قيادات شعبية أو كوادر أكاديمية في تخصصات مختلفة، أو كوادر عمالية أو فلاحين أو نقابات، بس كوادر حقيقية. لكن صميم الحزب 75% من الشباب تحت سن 45، وكلهم مختارينهم إنهم ناس بيعدوا ككوادر تشتغل فعلا في الشارع يعني. وأنا ربطت بالحزب ده جناح تاني خدمي بيشتغل على خدمات. أنت عارف إن التيارات دي سيطرت على الشارع بخدمات وخطاب ديني، وان عندهم كوادر متربيه تربيه عقديه على افكارهم يعني. تمام. المشروع اللي احنا بنعمله دلوقتي عايزين او حاطين فيه جناح سياسي وجناح خدمي، وبنطور كمان فيه خطاب ديني وسطي يعبر عن الدين المصري. حتى كنا قلنا ان احنا هنصيغ الخطاب الديني انه مش بمنطق اسلامي ومسيحي، وانما بمنطق الدين المصري. الدين المصري يعني المشترك ما بين المسيحية والإسلام من المعاني الإنسانية التي لا يختلف عليها أحد، واللي ترد على كل الأفكار المتطرفة الشاذة البعيدة عن طبيعة المجتمع المصري اللي بيتم تركيبها للضغط على مشاعر المواطنين الدينية يعني. وفعلا الحمد لله احنا متحركين في ده. وكنت أنا هسمي الحزب حزب مصر الحياة،
لكن كلمني الزميل مايكل منير وقال لي ان هو عامل حزب اسمه الحياة، وكان خايف احسن يحصل لبس في الاسم، فانا احتراما ليه غيرت الاسم، ودلوقتي حاطط على الصفحة بطلب من الناس ان هم يشاركونا باسماء، وخلال الاسبوع الجاي على اخره كده هيبقى في مؤتمر صحفي هعلن فيه عن اسم الحزب، والحزب اي مواطن مصري مدعو للانضمام اليه، سواء خارجيا ام داخليا. خارجيا او داخليا، ومسلم طبعا او مسيحي، رجل او امراه، الكل مدعو ليه. والحزب مبني على فكره الهويه المصريه وتجميع المصريين عليها، وعندنا اليات لاعاده تمكين الهويه المصريه، مبني على المواطنه الكامله. يعني يمكن كان معظم الاحزاب بتروح تقول للمراه او تقول للمواطن المسيحي تعالى اختارنا واحنا نجيب حقوقك. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول تعالى ساعدنا واشتغل معانا عشان تجيب حقنا وحقك. مشاركة، يعني مشاركة فعالة. مشاركة، يعني مش فكرة ان احنا لما نيجي ننزل انتخابات نروح للطوائف اللي هي يعني ممكن تكون يعني لسه لم يفعل مواطنيتها بشكل كامل ونقول لها تعالي اختارينا عشان نجيب حقك، وانما بنقول لهم تعالوا اشتغلوا معانا عشان تثبتوا وجودكم وتساعدونا ان احنا نجيب حقنا وحقكم، بس بايديكم يعني. تمام. تجيبوا حقوقكم ده يعني تنزل كمواطن مسيحي او كمواطنه من النساء او ناس من البدو او كذا، اشتغل بايدينا، اثبت نفسك انك في المجتمع المدني والمجتمع السياسي موجود، الناس بتعرفك، بتعرف قيمتك في خدمه المجتمع، وبالتالي لما يجي انتخابات ترشح نفسك وانت اللي تنزل تعبر عن احلامك وطموحاتك كمواطن مصري بالدرجه الاولى، ثم كمواطن مصري بتعبر عن يعني مجموعه معينه من المصريين يمكن تكون محتاجه ان حد يسمع صوتها او يعبر عنها او كده يعني. احنا بنتكلم عن اعاده بناء الطبقه الوسطى، اللي ارسطو كان بيقول لن تنهض امه الا اذا كانت الطبقه الوسطى فيها 85%، والطبقه دي اتكلت اصلا في مصر. احنا بنتكلم على اعاده بناء المواطن المصري، لان في الحقيقه احنا مشكلتنا كانت في النظام الفاسد، وقد تكون دلوقتي في الاغلبيه اللي عايزه تسيطر على مقدرات الامور في بلدنا، او في المجلس العسكري ونتيجه الاداره الخاطئه لشؤون بلدنا. لكن في الحقيقه في مشكله اكبر من كل ده، ان المواطن المصري نفسه محتاج اعاده بناء، وده برضو من اهم اللي احنا بنشتغل عليه داخل حزبنا الجديد يعني. فاتمنى طبعا انه احنا نعرض حاجه تكون جديره انها تعبر عن احلام المصريين، وينضم لينا كل المؤمنين ان احنا في ثوره، وان احنا عايزين نغير بلدنا بجد، ان احنا عايزين نحط رؤيه كامله نشتغل بيها ونشتغل عليها. كان في ناس بتقول لي انه كفايانا احزاب بقى وكذا، انا بقول لهم كلمه كفايانا احزاب لما يكون عندنا احزاب حقيقيه. خلي بالك كل المنضمين لاحزاب في مصر ما يزيدوش عن 1,000,000 مواطن، ده معناه ان في 84 مليون مواطن مش مقتنعين باي حزب من الموجودين. وفي السياسه بيقولوا بعد الثوره بنقعد من 3 ل5 سنين في حاله سيوله حزبيه، احزاب تطلع واحزاب تقع، وفي الاخر بيفضل مجموعه احزاب هي اللي اتبنت بشكل منطقي وقدرت تقنع المصريين انهم يكونوا فيها يعني. طيب استاذ محمد، قد يتساءل البعض متى يستطيع الانضمام، كيفيه الانضمام، ينتظروا الاسبوع القادم لما تعلن حضرتك في مؤتمر صحفي كيف الوصول، المقرات، يعني بعض التفاصيل اللي كده اللي قد تبدر الى الناس، يعني عشان بس نبقى مدين لهم كافه البيانات يعني. احنا هنعمل المؤتمر الصحفي يوم يا الاربعاء يا الخميس الجاي ان شاء الله، حسب ما نرتب حالنا، والمقر بتاعنا الان الرئيسي موجود في المهندسين في ميدان عمان، 2 ميدان عمان في المهندسين. وبمجرد ما هنعمل المؤتمر الصحفي هينزل على الصفحه بتاعتي وهينزل على صفحه الحزب الاستماره اللي يملاها كل اللي يحبوا ينضموا لينا. وزي ما قلت لحضرتك احنا كل حد بيكتب استماره بنعمل مقابله شخصيه ليه، وبنختار زي ما قلت لك اول 5000 عضو في الحزب هيكونوا كلهم اعضاء عاملين، عشان دول اللي هنمرنهم بكل قوه عشان يتبني على
كتفهم الحزب ان شاء الله. هتدوا تمرينات سياسيه ووعي سياسي وتخلقوا كوادم، يعني هيبقى طبعا يا فندم هنعمل تدريب سياسي كامل، ومش تدريب سياسي بس، في الحقيقه تدريب سياسي ومجتمعي وثقافي وتدريب على يعني ايه هويه مصريه ويعني ايه شخصيه مصريه. ومشارك معانا مجموعه من يعني الاكاديميين والكوادر المصريه اللي ليها اسم في شتى المجالات من جوه مصر ومن براه في البرنامج التدريبي بتاعنا. وان شاء الله يعني اللي هينضم يعني لينا هو هينضم يبني معانا. يعني احنا حتى عندنا طريقه عاملينها في صياغه البرنامج. احنا عندنا توجهاتنا طبعا اللي بنتحرك ليها كحزب سياسي مدني، لكن كمان عاملين آلية كده ان كل عضو بيدخل معانا بيشارك بفكره جوه البرنامج. فاحنا بنتكلم ده حزبنا، ما عندناش حاجه اسمها ممول رئيسي او كده. احنا بندفع كلنا في حزبنا، كل اللي بينضم في الحزب لما بنيجي نعمل مؤتمر ولا حاجه كل واحد فينا بيدفع شويه يعني فلوس حسب امكانياته وحسب ظروفه، ويبتدي نكون من بعض. وهو ده اللي بيبني الاحلام في الحقيقه. اللي بيبني الحلم ان انت تكون كيان وتحط فيه من مواردك وتحط فيه من وقتك وتبذل فيه من جهدك وتبقى يعني مؤمن بيه وبافكاره، وبالتالي تقدر تحركه في الشارع المصري وتقدر تخلي غيرك يقتنع بيه. ومستحيل انت يعني تخلي غيرك يقتنع بحاجه انت نفسك ممكن تكون مش مقتنع بيها يعني. طب معلش يا استاذ محمد، سامحني في الكلام، لكن ده قد تبدو بعض الاراء. يعني هناك ناس تقول لحضرتك مثلا طب احنا ايش ضمننا يا استاذ محمد ان حضرتك توجهاتك مدنيه ليبراليه دلوقتي بعد ما يشتد عودك وكده والغربال الجديد له شده، ايه المانع ان انت يعني تتحول تدريجيا تبعد عن الاهداف شويه كما حدث مع بعض الاحزاب الليبراليه؟ وشفنا كتير قوي كان ليهم اراء ليبراليه الاول، وبعدين بعد الانتخابات اثناء الانتخابات بقى ليهم جذب تيارات اخرى وجذب نوعيه اخرى من الناس. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، متهيألي حضرتك شايف انه مفيش حد من اول ما ابتدينا الحراك السياسي في بلدنا واقف بشكل حاسم بمنطق ابيض واسود يعني تقريبا الا انا يعني. تمام. وعلى الرغم من كده انا حابب انه اي حد دلوقتي ينضم الكيان ما يربطش نفسه باشخاص، لكن يربط نفسه بان الكيان بيحمي نفسه. احنا عاملين منصه حوكمه في الحزب بتاعنا الجديد تضمن انه بغض النظر مين الناس الموجوده فيه هو غير قابل لتغيير توجه، هو اللي بيصنع الزعامه. وخلي بالك ان كل سواء السياسيين او الاحزاب اللي يعني اخذوا مواقف عكس ما كان متوقع منهم بمنطق المصالح السياسيه خسروا وسقطوا. يعني حزب الوفد كان عنده فرصه تاريخيه يقود التيار المدني كله، لكن لما وضع ايديه مع ايدين التيارات الدينيه ده مثال من اعرق الاحزاب الليبراليه اللي موجوده يعني وله. لكن مجرد ما عمل كده سقط. في بعض السياسيين بس من غير ذكر اسامي طبعا اكيد اخذوا مواقف شبيهه، وحضرتك تعلم انهم ايضا يعني فقدوا مصداقيه عند الناس المؤمنه بفكره الدوله المدنيه. انا الدوله المدنيه بتاعتي هي عقيدتي كفكره، ويعني الهويه المصريه والمواطنه الكامله والحريات وعدم التفرقه ما بين اي مواطن لاي سبب في كل حاجه. يعني سواء في اي منصب انا لا عندي مشكله ان المواطن المسيحي يبقى رئيس الجمهوريه او امراه تبقى رئيس جمهوريه، المهم ان اللي يبقى رئيس جمهوريه يبقى مؤهل، يبقى كفاءته بتبرر دوت. ما عنديش يعني الحزب من اهم اللي هيعمل عليه انه هيتصدى لكل محاولات التمييز ما بين المواطنين. هل تتوقع ان ينمو الحزب بهذه الافكار؟ قد تجد صراعات كثيره جدا وناس تحارب حضرتك في هذه الافكار لان لهم اراء مغايره. والله انا متوقع طبعا ان هيكون في يعني حروب، مش بس مجرد مقاومه يعني، لكن في الحقيقه دي بلدنا، والفكر ده هو اللي انا مؤمن انه هينهض ببلدنا ويغيرها، ولا ارى انه يتعارض مع ديني ولا مع افكاري الدينيه. وبالتالي انا يعني دي بلدي، وبلدنا دي قدمت ناس في يعني كتير جدا ضحوا بحياتهم
وناس حاربت عشانها وناس فانت حياتها عشان تثبت فكرة معينة، واحنا ان شاء الله يعني نكون زيهم ونمشي على خطاهم عشان نوصل ببلدنا جميعا لبر الامان يعني. باذن ربنا. في النهايه خالص استاذ محمد، بشكر حضرتك كتير جدا، وبنراجع تاني وبنوجه نداء للشعب المصري بكل طوائفه بكل فئاته ان الضغط الشعبي هو الحل. ده اللي حضرتك شايفه؟ ده اللي انا شايفه، الشعب هو الحل. الشعب هو الحل، ولن تنجو مصر الا بالضغط الشعبي. لن تنجو مصر الا بالضغط الشعبي، ده 100%. اوكي، اشكرك كتير جدا يا استاذ محمد، وشاكر جدا على وقت حضرتك، واسمح لي ابقى اتابع مع حضرتك المؤتمر الصحفي عشان بس ندي مزيد للمعلومات للمستمعين. شكرا لكم جدا، وشكرا انك بتديني فرصه ان انا اكون معاكم يعني. لا شكرا يا استاذ محمد، احنا متشكرين جدا، متشكر على وقت حضرتك جدا. شكرا حبيبي. شكرا يا استاذ محمد، مع الف سلامه.